طبعا اكتر خبر الناس بتتكلم عليه اليومين دول غير النجاح الكبير العظيم في مجال الايرادات والمتابعه لديدبول فيرسس وولفرين. هو المؤتمر اللي اعلنت من خلاله مارفل عن الخطه الجايه بتاعتها لمده سنتين او ثلاثه، ولكن المفاجاه اللي كانت كبيره جدا هي عوده روبرت داوني جونيور عشان يؤدي شخصيه دكتور دوم. خبر صادم، خبر غريب، ولكن في نفس الوقت انا شايف ان هو خبر مقبول جدا بعد اللي حصل في الفتره اللي فاتت كلها، وده اللي خلاني عايز الغي على حاجه معينه بس، او ان في تساؤل معين ضرب في دماغي وانا فعليا ما عنديش اجابه واضحه عليه، وربما لو حد عنده اجابه ممكن يكتبها لي عشان دماغي بس تفهم هما بيعملوا ايه. السلام عليكم، يا رب دايما تكونوا بصحه وخير وسعاده. فيديو جديد من فخ فيلم. هو النهارده ما بتكلمش عن فيلم شفته، ولكن بتكلم عن خبر طبعا ضرب صناعه السينما او هوليود كلها في فكره عوده او الاتفاق اللي حصل ما بين كيفن فيك لما اختار الاخوان روسو لاخراج افلام افنجرز اللي جايه. فكانت المفاجاه ان هم اختاروا واعادوا روبرت داوني جونيور الى عالم مارفل، رغم ان هو المفروض ان هو دوره انتهى بعد الاداء الاسطوري شخصيه ايرون مان. شخصيه ايرون مان على فكره مش من الشخصيات المفضله عندي، ولكن فعليا هي كان ليها بصمه قويه جدا في العالم، في سير الاحداث، في تطور الصراع. شخصيه محوريه جدا وربما قائم عليها الصراع، وفي نفس الوقت كان ليها فضل كبير جدا في تحول المسيره بتاعته. طبعا المكنه بتاعته جابت قماش اهو، لسه واخد اوسكار قريب، يستحقها عن جداره فعلا. هو ممثل رائع يعني، ولكن المسيره بتاعته كانت ماشيه في اتجاه تاني خالص لغايه لما نجح ان هو يمثل شخصيه ايرون مان ويقود السلسله كلها. فكره عوده ممثل لاداء شخصيه تانيه في فرانشايز رغم ان هو ادى شخصيه سابقه ما بتحصلش كتير، وربما ليها نماذج معهوده، ولكن انها تحصل مع شخصيه محوريه نجم عالي، انت بتتكلم عن سوبر ستار فعلا. فدي كانت نقطه غريبه شويه، ولكن بالنسبه لي انا اتصدمت في البدايه، ولكن الى حد ما كنت مستريح نظرا ان المرحله الرابعه اللي مشيت فيها سلسله مارفل كان واضح جدا انها مرحله الثلاجه. الاحداث ماتت، الدنيا واقفه، الاعمال اللي بتنزل ليست على المستوى اطلاقا، وربما انت ما بتحسش ان في اتجاه واضح هم ماشيين فيه، نظرا لان هم عملوا حاجه غريبه جدا. وده التساؤل اللي انا بطرحه دايما، هم بيعملوا كده ليه؟ ذا بلاك بانثر بعد الوفاه اللي حصلت للبطل الرئيسي وهو بطل اسمر البشره، لان احنا بنتكلم عن دوله افريقيه ابطالها افارقه، فقال لك نوع من الاحتفاء بسيرته ان مفيش شخصيه تانية هتقوم بالشخصيه الرئيسيه اللي هي بلاك بانثر، وان احنا هنبتدي نحول الاهتمام لاخته اللي هي المفروض هتكمل سلسله الاحداث. وده اختيار غريب جدا نظرا لان اولا شخصيه اخته ما هياش بنفس القوه ولا بنفس الامكانيات، غير ان الممثله نفسها اللي المفروض انها هتقود التحولات اللي قايمه بيها الشخصيه دي مش على قدر المستوى. فانت ليه ما تختارش ممثل اسمر اخر من الممثلين الكتير اللي ليهم كفاءه عاليه جدا عشان يقودوا السلسله؟ لان السلسله فيها شغل كتير، فيها صراعات كتيره، فيها مغامرات كتيره، فانت ليه بتموتها وبتوقف الدنيا؟ دي كانت حاجه من الحاجات الغريبه. يجي بقى التساؤل الاغرب العجيب جدا، ان المرحله الرابعه دي كلها قايمه ان هيحصل الصراع القادم ما بين مجموعه افنجرز اللي المفروض ان هم هيبتدي بقى نسميهم ونعرف هم مين، وهم هيواجهوا العدو المنتظر ليهم اللي هو كان كانج، اللي كان ظهر معانا في افلام انت مان وظهر في مسلسل لوكي. ده الفيلن فعلا اللي كان المفروض ان هو هيقوموا المرحله الجديده عليه، وده المواجهه الرئيسيه اللي هتحصل ما بينه وبين الافنجرز، وده فعلا الفيلن المنتظر بالنسبه لي ان هو كان يقود الصراع، ويعتبر مش خير خلف، ده حاجه يعني ابجريد بقى للفيلن اللي كانوا بيواجهوه قبل كده اللي هو سانوس. قوي جدا، سريع جدا، ذكي جدا، ذكي بمراحل، وعنده قدره على التلاعب رهيبه. وكان حتى النهايه اللي كانت موجوده في انت مان كوانت مانيا كانت بتوحي ان في مساحه حلوه جدا للشغل اللي هتحصل في السلسله دي. فيجي بقى الاخ اللي هو البطل جوناثان ميجرز اللي كان ممثل جيد جدا، ولكن اتورط في قضيه عنف منزلي فيتم استبعاده. طيب انت استبعدته؟ لا، ده احنا هنلغي اللاين كله، انت هتشيل كل حاجه، انت كل حاجه هتقف معاك، الدنيا كلها. طب انت رايح فين؟ طب اللي انت المفروض انت كنت بتبني عليه الافلام اللي بتمهد للظهور، الحاجات دي كلها انت ليه ما بتستفدش بيها؟ ما تشوف ممثل تاني، ما تشوف شخصيه تانيه. التساؤلات دي كلها تساؤلات يعني شخص متفرج وشايف ان في حاجات سخيفه بتتعمل، وفي افلام سخيفه بتتعمل، وفي ممثلين سخفه بيظهروا معاك، لكن في علامات مميزه بتقول ان في حاجه كويسه ممكن تتعمل، في شغل حلو قوي ممكن انت تعمله. لما بيحصل موقف او غلطه انت ليه ما بتحيدش الجنب ده وتبتدي تكمل المشروع بحد تاني؟ يعني شخصيه كان كفيلن متميزه جدا 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 لابعد الحدود، واللي شافها في الظهورات اللي حصلت في
انت مان ولوكي فعلا يعرف انت بتتكلم على شخصيه مميزه جدا جدا. فانت ليه لا لا احنا هنوقف الدنيا، يلا توكل على الله. لا اصل هو الراجل ده، طب يا عم هو ممثل وحش بس الشخصيه نفسها ايه ذنبها؟ او انا ذنبي كمتفرج ان انا عايز اشوف حاجه حلوه؟ لا احنا هنوقف كل حاجه. بعد المرحله الرابعه دي انا بعتبر ان هي مرحله، يعني مش عايز اقول موت لمسيره السلسله او الافلام، ولكن يعني كان فيها شيء من البرود والتصلب يعني الافلام كانت تسد النفس، تسد النفس فعليا. يعني هو قرر بقى ان هو يجيب يا عم هات الناس الحريفه زي ما الاهلي كده كان عمل اول مره لما جاب بوزيه وخدوا بيه افريقيا، وبعد كده قعدوا مشوه اختلفوا معاه وقال لك لا ده احنا لينا سياسه خاصه، فجاب اتنين مدربين ما لهمش اي معنى. بعد كده رجع جابوا تاني عشان يعمل عصر ذهبي وجيل ذهبي. فهو قال لك اسهل ناس واحسن ناس المفروض انهم عارفين التوليفه تمشي ازاي، فجاب لك الاخوان الرسول. وبالتالي انت الفيلمين الجايين لافنجرز هيبقى دومز داي وسيكريت وورز هم هيقوموا بيه. وده شيء يدعو الى يعني الامل ان انت هتشوف حاجه معقوله جدا على الشاشه وحاجه تنافس ثنائيه الافنجرز اللي فاتت اللي كانت متميزه جدا 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 وعاليه جدا جدا جدا. بس هم هيمشوها ازاي؟ لان نظريا دومز داي ده قائم على الصراع اللي هيحصل ما بين دكتور دوم والافنجرز، ولكن الدكتور دوم شخصيه موجوده من الفانتاستيك فور. فالموضوع ان انت مستني الاول انك تشوف فيلم فانتاستيك فور اللي جاي، والله اعلم هينجح ولا لا، وهو غصب عن اي حد حتى لو ما نجحش هم مضطرين ان هم يكملوا لان هو خلاص هيستعين بيه، فهو هيطلعه ازاي؟ ففي كلام كتير ان ده المفروض ان هيبقى اول ظهور ليه، وبعد كده هيتم التمهيد بقى للشخصيه. طبعا اللي شاف الاجزاء القديمه بتاع فانتاستيك فور فهو فاهم قوي الشخصيه دي كانت عامله ازاي. لكن المفروض انت هنا هتقدمه على اساس ان هو شخصيه كاسحه ذات قوه كاسحه، يعني بحيث ان انت المفروض هتواجهه بالافنجرز والمفروض الفانتاستيك فور، وفي احتمال لظهور بعض الشخصيات من كمان عالم اكس مان. والله وبيقولوا ان في تلميحات حصلت حتى في ديد بول فيرسس وولفرين، يعني لسه شايفه بس ما حسيتش ان في تلميحات قوي، ولكن كان في كاميوز كتير وظهور لشخصيات كتيره من الشخصيات اللي موجوده في العالم ده. فهم هيمشوها ازاي وهم هيعملوها لسه دي حاجه مش معروفه، ولكن اضافه روبرت داوني جونيور في شخصيه فيلن دي حاجه، دي تجربه مشجعه وتخلينا نفكر دي حاجه انا ممكن اروح ادفع تذكره اروح اشوفها في السينما فعلا واشوفها وانا عايز اشوفها يعني نظرا لان في الفتره الاخيره انا بقيت بشوف الافلام في السينما عشان اخلص منها لاني احتمال ما اعرفش اخلصها في البيت، ولكن انا ممكن اروح اتفرج وانا مستني وعايز اعرف هم هيعملوها ازاي ويمشوها ازاي. ويعني ده شيء بيشجع الشغف ان انت تبتدي تتابع السلسله دي من جديد، لان اللي حصل بصراحه في المرحله الرابعه ده عباره عن عك بيور، عك 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 يعني. فخلينا نشوف الدنيا هتمشي فين، ونتمنى ان يبقى في اعاده تفكير من الناس اللي المفروض قايمه. يعني طبعا هو انا بتكلم كده كدردشه ولا حد سمع صوتي ولا حد هيعرف انا اساسا بقول ايه، ولكن يعني نقاط القوه اللي كانت موجوده في الشخصيات بتاعت عالم مارفل المفروض تستغل بصوره احسن من كده. يعني رجعوا بلاك بانثر الحقيقي يا جماعه، ورجعوا كانج الحقيقي، لان يعني خساره ان انت يبقى عندك نقط قوه في الروايات والمرحله بتاعتك وتدفنها بالشكل ده يعني. بس وخلينا نشوف الدنيا تمشي ازاي. اشوفكم تاني فيديو قريب ان شاء الله، ويا رب دايما تبقوا بخير. سلام.